بس ايه بقى اللي خلى اللعبه زي التنس دي تبقى تاني اكبر شعبيه بعد كره القدم؟ كره القدم تلاقي الماتش وهو شغال الجمهور كله عمال بيشجع ال90 دقيقه ما بيسكتش، مع ذلك تيجي تتفرج على تنس تلاقي وقت ما الماتش ما شغال كل حاجه سايلنت، مفيش حد، ما بتسمعش غير صوت الكوره وهي بتضرب في المضرب فقط لا غير، او صوت اللعيب. اول ما تلاقي النقطه جت بشكل حلو جدا ممتع جدا بتحس بمتعه وبتحس بان انت نفسك تبقى موجود مكان اللاعب ده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من هقول لك. التنس رياضه بتتلعب براكت وبمزاج. دايما المسلسلات والافلام بتصور لنا ان هي لعبه للاغنياء ورؤساء الدول، بس عباره بنشوف ملعب اخضر وناس لابسه ابيض فابيض وبيقولوا لاف بدل صفر، وتلاقيهم بيقولوا بريك بوينت بدل ما تجري تلحق الكوره يا ابني. حاجات غريبه بنسمعها، بس هل فعلا التنس ده رياضه للناس اللي عندهم اشتراك في نادي او اللي يقدروا يشتروا مضرب ب 5000 جنيه؟ ويعني ايه اصلا واحد يوصل انه يلعب 5 ساعات متواصله بس عشان يكسب الماتش؟ تعالوا نحكي الحكايه ونشوف ايه هو عالم التنس وازاي بدا. هو التنس ازاي بدا؟ التنس بشكله الحديث اللي احنا نعرفه دلوقتي هو بدا في بريطانيا في القرن ال19، بس هو اقدم من كده بكتير. كان بيتلعب في فرنسا وكان بيتلعب بالايد بدل المضرب، وكان اتسمى كذا اسم. من ضمن الاسامي دي كان حاجه اسمها بالفرنساوي اسمها تنس، اللي اشتقت منها كلمه تنس ومعناها كورتك. وبعدين الانجليز طوروه ووصلوه انه يبقى تاني اكتر شعبيه بعد كره القدم، وبداوا اول بطوله في عالم التنس وهي بطوله ويمبلدون سنه 1877، والبطوله دي ما زالت اقوى واقدم بطولات التنس على الاطلاق. وبالمناسبه هي بتتلعب حاليا في لندن في مدينه ويمبلدون اللي اسمها على نفس اسم البطوله. وطبعا كلكم شفتوا الريل من بطوله ويمبلدون اللي بتتلعب حاليا في لندن. التنس مش مجرد رياضه بتتلعب بمضرب وبقوه خلاص، لا دي فيها سرعه وفيها عقل وفيها تفكير. اللاعب الواحد ممكن يقعد يلعب ماتش اكتر من 5 ساعات، وممكن يجري من 3 ل 6 كيلو في الماتش الواحد، واللاعب بيكون لوحده، مفيش مدرب بيقعد يوتره من بره او يقول له تعمل ايه وما تعملش ايه. فطبعا احنا بنشوف ان الرياضه دي اكتر رياضه ممكن تكون فيها متعه وفيها توتر، والميزه ان هي فيها توتر جوه اللعب، مش توتر نفسي او ضغط عليك من حد. لو انت ادائك وحش ينزل يبدل مكانك، مفيش حد يبدل مكانك، انت لوحدك، انت المسؤول عن قراراتك وانت اللي مسؤول عن اللياقه البدنيه اللي هتتحمل معاك طوال الماتش كله. يعني لو اتعصبت هتخسر، ولو قررت تلعب على الواقف برضه هتخسر، ولو قررت تقول انا هضرب بقى الارسال ده صاروخ هتخسر. طبعا التنس زيه زي اي رياضه في اساطير وفي نجوم عملوا من اللعبه مود تاني خالص وحاله وتاريخ لا يمكن يتعوضه. هنبدا بملك الاناقه والشياكه في اللعب واللعب الممتع الجميل، وهو روجر فيدرر. ده ملك التنس، ده ملك اي حاجه ليها علاقه بالتنس. كان عامل ارقام قياسيه لحد ما جاله حد حطمها، بس حتى الشخص اللي حطمها ده مهما حطمها مفيش حد هيجي جنب تاريخ ولا امكانيات روجر فيدرر. ونيجي لتاني واحد المتألق دائما على التراب وهو رافائيل نادال، الاسباني رافائيل نادال. ده كان ملك التراب، كان معظم بطولاته الجراند سلام كانت على الملاعب الترابيه، وده راجع لتاريخ نشأته في القريه اللي اتربى فيها في اسبانيا. كان دايما بيلعب بمضرب على ارض ترابيه، وده يوصلنا النقطه ان مش شرط يكون انت غني او انت عندك نفوذ عشان تلعب لعبه التنس، بالعكس ممكن اي حد يلعبها. ولو خدنا المثال الثاني لثالث اشهر لاعب في تاريخ التنس هو نوفاك جوكوفيتش، وده بقى اللي حطم ارقام قياسيه بتاعت كل الناس اللي لعبت تنس، سواء في المصنفين في التصنيف الاول على التنس او سواء في عدد البطولات الجراند سلام او عدد البطولات عموما. جوكوفيتش بدا في قريه، كان بيتدرب في القريه بتاعته، وكانت ساعتها دولته تحت صربيا، كانت تحت الحرب، تحت القصف تقريبا بشكل يومي، ومع ذلك كان بيتدرب وكان ناشئ من اسره متوسطه الوضع، ومع ذلك بقى المصنف الاول عالميا لفتره كبيره وحطم كل الارقام القياسيه. وده دليل تاني ان لعبه التنس ابدا فكر فيها بشكل تاني خالص، بص لها بمنظور مختلف انك ممكن تلعبها. ده على فكره احنا كلنا بنلعب تنس واحنا مش واخدين بالنا. مين فينا ما لعبش راكت على الشط في اسكندريه او طبعا في الساحل دلوقتي قرر يلعب راكت 2 قصاد بعض؟ هو الراكت ده مشتق من عالم التنس. احنا اتكلمنا عليهم، دول مش مجرد رياضيين او ناس عملوا ابداع في عالم التنس، بالعكس دول خلوا اللعبه تروح لليفل تاني خالص من المتعه والاناقه في اللعب، وانك ازاي تشوف لعبه جميله وتستمتع بيها. وطبعا في السيدات، في سيدات كتير جدا مشهوره في عالم التنس، وطبعا لو اتكلمنا هنتكلم على اهم واحده في عالم التنس من السيدات وهي سيرينا ويليامز. ودي ليها قصه وليها حدوته، هي ازاي بدات وازاي طلعت وازاي نشأت، وتعمل لها فيلم اللي كان بطوله ويل سميث، لازم تتفرجوا عليه، اسمه هيكون مكتوب عندكم على الشاشه دلوقتي. وطبعا ماريا شرابوفا، ودي كانت الناس بتشوفها ان هي عندها
اسلوب مختلف في اللعب خلاها تتميز في بعض البطولات المشهوره في عالم التنس. فاللي بينجح في التنس عموما مش بس الناس الاغنياء، لا، اللي عنده اراده واللي قرر انه يتمرن من 6 ل 8 ساعات في اليوم، وقرر انه يطور من نفسه وازاي يحب اللعبه دي وازاي يتقن كل الفنيات اللي فيها. وخدوا بالكم اللعبه دي فيها بالنسبه لي 60% جاي من هنا. بس ايه بقى اللي خلى اللعبه زي التنس دي تبقى تاني اكبر شعبيه بعد كره القدم؟ كره القدم تلاقي الماتش وهو شغال الجمهور كله عمال بيشجع ال90 دقيقه ما بيسكتش، مع ذلك تيجي تتفرج على تنس تلاقي وقت ما الماتش ما شغال كل حاجه سايلنت، مفيش حد، ما بتسمعش غير صوت الكوره وهي بتضرب في المضرب فقط لا غير، او صوت اللعيبه. اول ما تلاقي النقطه جت بشكل حلو جدا ممتع جدا بتحس بمتعه وبتحس بان انت نفسك تبقى موجود مكان اللاعب ده. واي حد جرب يلعب تنس او جرب يشوف احساس النقطه اللي بياخدها او القرار اللي هو لوحده اللي مسؤول عنه هتحس يعني ايه لعبه التنس، وهتحس قد ايه ان انت لازم تتعلمها. وانا في الحلقه عايز اقول للناس اللي دايما مركزه ان اولادها تروح تلعب كره قدم، لا، جرب خليه يلعب تنس. اولا هو التنس رياضه مفيده جدا لعضلات الجسم كلها ومفيده جدا للدوره الدمويه، مفيش عضله ما بتتحركش وانت بتلعب تنس، كل عضلات جسمك بتتحرك، تفكيرك بيعلى، الروح التنافسيه عندك بتزيد رغم ان انت لوحدك بس انت بتنافس ارقام وعايز تحقق نقط معينه وتوصل لهدف معين. وشفنا انس جابر دي تقريبا دلوقتي من مصنفين في عالم السيدات، ودي واحده عربيه، لان دايما بنلاقي ان العرب قليلين جدا في لعبه التنس. فانا بنصح الناس كلها تتجه للتنس وتشوف الرياضه دي هتوصل لفين. وطبعا التنس بطولات كتيره جدا ما بتخلص، جراند سلام والماسترز، حاجات واسامي بطولات كتيره احنا هنكون كاتبينها عندنا دلوقتي في الحلقه. ففي النهايه انا عايز اقول ان التنس هو رياضه راقيه جدا جدا، بس الرقي ده لا يمنعها من اي حد ممكن يلعبها. مش شرط يكون حد معاه فلوس عشان يقدر يلعب اللعبه دي، بالعكس انت باقل الامكانيات ممكن تتدرب وممكن تتعلمها. عايز نشيل من دماغنا فكره ان هي رياضه للناس الاغنياء بس واحنا اخرنا نتفرج عليها، لا بالعكس، احنا كمصر احنا احسن لعيبه في السكواش مثلا. السكواش ما هو نفس الفكره، مضرب وكوره. احنا ليه حلوين في السكواش؟ لا ده ليه ارجع بقى الحلقات، ناس كتير عملتها قبل كده عن السكواش وتعرفوا احنا ليه كويسين. بس انا مش عارف ليه احنا باصين وهنفضل شايفين التنس انها رياضه بعيده عننا تماما، بالعكس قريبه وسهله وينفع اي حد يتعلم. في نهايه الحلقه احب اخد ارائكم، مين اكتر لعيبه انتوا شايفينهم مميزين في عالم التنس، وايه اكتر ماتشات وايه اكتر بطوله بتحبوا تتابعوها؟ مع العلم ان انا بالنسبه لي روجر فيدرر is one of the best وعمره ما هيتكرر. هقول لك